أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. تفتقد الأمة الشيعية إلى تاريخ أئمة أهل البيت عليهم الصلاة والسلام، وذلك لأسباب كثيرة. من أشهر وأعلى وأقوى الأسباب هو الخوار الذي نراه اليوم من قبل المعممين الذين لا ينطقوا بالحق ولا ينهوا عن الباطل. الكثير من الشيعة اليوم ينظرون إلى الأئمة عليهم السلام أنهم أناس ضعفاء، ما عندهم ذلك اللسان السليط، لا توجد لديهم قسوة في الكلام، لا يوجد لديهم سب ولا لعن للمستحق، حتى للمستحق لا يرى ذلك. وهذا راجع لكثرة الأكاذيب التي تقال على المنبر بأن الأئمة عليهم السلام ما كانوا يفعلون هذا. واحد من أكثر الأئمة عليهم السلام وهو ثاني الخلفاء الراشدين الإمام الحسن المجتبى صلوات الله وسلامه عليه، واحد من الأئمة الذين تعرضوا إلى أقصى درجات الجهل بحقه ومعرفة إمامته صلوات الله عليه. أنا أتكلم إلى يومنا هذا ملايين الشيعة لا يعرفون من هو الإمام الحسن المجتبى بلسانه السليط، بل يعرفونه بفقره والعياذ بالله وكأنه رجل جبان، لا يرون شجاعة، لا يرون قوة، لا يرون بسالة، لا يرون لسانا يصعق أعداء الله، ما يشوفون هذا الشيء بل يسمعون العكس. نحاول وكالعادة أن نشرع بسيرة أئمة أهل البيت عليهم السلام بما لم يشرع به أحد، فتارة على جبن لا يشرعون به، وتارة على تقية مغلوطة لا يذكرونه، وتارة على انحراف، هو لا يرى هذا الإمام الذي نحن نراه، هو يرى إمام ثاني. إمامنا الحسن المجتبى صلوات الله وسلامه عليه مواقفه كثيرة في الصد لأعداء الله ونصرة أولياء الله، وهذه المواقف تركت أثرا حتى في أحفاد الحسن عليه الصلاة والسلام، إذ أن أحفاده منهم من هو جبان ومنهم من هو شجاع، حتى في أحفاد الحسن المجتبى عليه السلام. أول ما نبدأ به هو ظلم الأقارب، ظلم المقربين، ظلم أقرب الأقارب إلى الإمام الحسن المجتبى عليه السلام بعلمه وبعصمته. واحد من هؤلاء الذين ظلم الإمام الحسن كما ظلم الإمام الحسين هو ابن عباس، هذا الشخص المنحرف. هنالك موقف في دلائل الإمامة للطبري عن عبد الله بن عباس قال: مرت بالحسن بن علي عليهما السلام بقرة، فقال الإمام عليه الصلاة والسلام: هذه حبلى بعجلة أنثى لها غر في جبينها ورأسها أبيض. يوم من الأيام الإمام الحسن عليه الصلاة والسلام واقف وبجنبه واقف الخسيس ابن عباس، فمرت بقرة، نجلكم الله. هذه البقرة نظر إليها الإمام الحسن عليه السلام فقال: هذه البقرة حبلى بعجلة أنثى، يعني حامل بعجلة أنثى، لها غر في جبينها ورأس ذنبها أبيض. يعني الإمام أعطى مواصفات لون البقرة اللي داخل هاي البقرة الحبلى. ابن عباس كان يشك، ما كان يعتقد أن الإمام الحسن عليه السلام إمام. قال: فانطلقنا مع القصاب
حتى ذبحها فوجدنا العجل كما وصف على صورتها. فقلنا، الظاهر ابن عباس كان ويا جماعة على نفس العقيدة طبعا، لأن المفروض واحد يصدق بالإمام، يؤمن أنه إمام معصوم عالم بالغيب من عند الله، بس ماذا مو اعتقادهم هم بالأئمة. يقول فقلنا أوليس الله عز وجل يقول وما يعلم ما في الأرحام، فكيف علمت؟ فقال ما يعلم المخزون المكنون المجزوم المكتوم الذي لم يطلع عليه ملك مقرب ولا نبي مرسل غير محمد وذريته. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ولعن أعداءهم. الإمام الحسن عليه الصلاة والسلام يعلم ابن عباس ويقول له إن العلم المخزون المكنون لا يعلمه لا نبي مرسل ولا ملك مقرب، بل يعلمه محمد وذريته. هنالك موقف آخر حدث مع إمامنا الحسن المجتبى ومع أيضا ابن عباس، ولكن في هذا الموقف بدأنا نتطلع لحدة لسان الإمام المجتبى عليه السلام، لسلاطة لسان الإمام المجتبى عليه السلام، سليط اللسان في الله. الموقف هذا يرويه الكشي في رجاله، قال حدثني محمد بن أبي الخطاب الكوفي عن أبيه الحسين عن طاووس قال كنا على مائدة ابن عباس ومحمد بن الحنفية جالس، فوقعت جرادة فأخذها محمد ثم قال هل تعرفون ما هذه النقط في جناحها؟ تعرفون هذه الجرادة عليها نقط على جناحها، تعرفون شنو مكتوب؟ قالوا الله أعلم الله أعلم. فقال أخبرني أبي علي بن أبي طالب عليهما السلام أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ثم قال أي النبي قال لعلي عليهما السلام هل تعرف يا علي هذه النقط السود في جناح هذه الجرادة؟ قال قلت الله ورسوله أعلم. قال مكتوب في جناحها أنا الله رب العالمين خلقت الجراد جندا من جنودي أصيب به من أشاء من عبادي. طيب فيها شيء؟ الرواية ما فيها شيء، لكن ابن عباس خسيس لا يتحمل علوم أهل البيت، فقال ابن عباس فما بال هؤلاء القوم يفتخرون علينا ويقولون إنهم أعلم منا. خسيس ابن عباس خسيس نذل. فقال محمد ما ولدهم إلا من ولدني. طبعا للأسف جواب جبان، نقدر نقول جواب خس، يعني تعبان مثل محمد بن الحنفية. محمد بن الحنفية المفروض يرد برد صادم قوي، المفروض يرد ابن عباس رد يفضحه ويخزيه أمام أصحابه اللي جالسين، بس كان رده جبان، يقول له ما ولدهم إلا من ولدني. يعني شنو؟ يعني أنت ترى تتكلم عن الحسن وتتكلم عن علي عليه السلام، وهو علي هو والدي، ما ولدهم إلا من ولدني. هاي الرواية هذه الحادثة في زمن الإمام الحسن المجتبى. طيب عداها مولاه الإمام الحسن المجتبى صلوات الله عليه؟ ما عداها. تقول الرواية فسمع ذلك الحسن بن علي صلوات الله عليهما فبعث إليهما، راد يعلم محمد بن الحنفية أخوه درس شلون يتكلم، وراد ابن عباس يجيبه يطيح حظه بطريقة رافضية شيعية، مو يجيبه يقول له مولانا إنه لا يجوز. هذا ما يشتغل الآن، راح تشوفون بهاي المحاضرة راح نبين لكم العجب. إنه لا يجوز له مواضع خاصة جدا مع المساكين، مع الفقراء، مو مع الوكح، مع اللي عندهم جسارة. هذول لا، هذول لازم تصك على جبهته بالدليل العلمي. هاي الآن لو في زمننا صار هذا الحادث، المعممين اللي يقتدون على الأساس بالحسن المجتبى عليه السلام يقولون لابن عباس مولانا إنه لا يجوز هكذا تتكلم، لأن جبناء. أما الحسن المجتبى يعرف شلون يرد، إمام الرافضة. قال فسمع ذلك الحسن بن علي
عليهما السلام فبعث إليهما وهما في المسجد فقال لهما: أما إنه قد بلغني ما قلتما إذ وجدتما جراده، فأما أنت يا ابن عباس. تفضل يا مولاي، تفضل تفضل. محمد بن الحنفية ما يعرف يرد، فاهي حلقة فاهي. فأما أنت يا ابن عباس ففي من نزل قوله تعالى: لبئس المولى ولبئس العشير، في أبي أو في أبيك، وتلا عليه آيات من كتاب الله كثيرة. شوف 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 شوف، أول صفعة على وجه ابن عباس نزلت بأبوك يا خسيس، جالس تتطاول على أهل البيت. اعرف تاريخك وتاريخ أبوك، شنو سويتوا بينا أنتم؟ كل خيانات بخيانات، من أبوك العباس إلى أنت ابنه. فقال صلوات الله عليه وذكر: وتلا عليه آيات من كتاب الله كثيرا. أنا بصراحة ما يحزن قلبي هذا المقطع، وتلا عليه آيات كثيرة. كنت أتمنى الراوي ينقل هذه الآيات حتى نعرف العباس وابنه شنو نازل بيهم من آيات داقتهم دق من فوق 7 سماوات، نريد نعرف. بس ما ذكر الراوي ذكر بس هاي الآية للأسف: وتلا عليه آيات كثيرة من كتاب الله، ثم قال: أما والله لولا ما تعلم لأعلمتك عاقبة أمرك وما هي، ثم إنك بقولك هذا مستنقص في بدنك، ويكون الجرموز من ولدك، ولو أذن لي في القول لقلت ما لو سمع عامة هذا الخلق لجحدوه وأنكروه. الله. الإمام الحسن المجتبى يئن من هذه البشرية، يقول: أنا على أتم الاستعداد أن أكشف الغيب فيك وفي ذريتك، ولكن إن هؤلاء الخلق لو سمعوا لأنكروا وجحدوا، وقالوا إن الحسن يرجم بالغيب، لأن ما ينظروا له نظرة معصوم. هنالك موقف عجيب حدث مع أحفاد الحسن المجتبى، وهذا الموقف لم أرى أحد ذكر من قبل. هنالك شخصيتين، الشخصية الأولى عبد الله بن الحسن المثنى بن الحسن المجتبى، يعني ابن الحسن عليه السلام. وهنالك شخصية ثانية، موسى بن عبد الله بن الحسن المثنى بن الحسن المجتبى، ابن الإمام عليه السلام. ليسوا بمعصومين، فيهم صالح وفيهم طالح. احفظوا هذول الشخصيتين، شوفوا شنو صار وياهم من موقف. هذه الرواية مروية في بحار الأنوار للعلامة المجلسي أعلى الله مقامه. يقول عن قليب بن حماد عن موسى بن عبد الله بن الحسن. هذا موسى من أحفاد الإمام الحسن عليه السلام، من أحفاده. منو أبوه؟ أبو عبد الله. عبد الله منو أبوه؟ أبو الحسن المثنى. أبو الحسن المثنى منو؟ الحسن المجتبى. اسمعوا الرواية عن موسى بن عبد الله بن الحسن. موسى كان مع أبيه في مكة. شنو صار؟ ركزوا إخواني. عن عبد الله بن موسى قال: كنت مع أبي بمكة فلقيت رجلا من أهل الطائف فنال من أبي بكر وعمر. الرافضة في ذلك الزمان كانوا يعرفون أئمتهم عليهم الصلاة والسلام، أئمة يحبون ذكر الله بما يحب الله، والله يحب لعن وسب أبي بكر وعمر وعائشة. فكانوا الشيعة دائما وين ما يشوفون الأئمة يسبون أبو بكر وعمر. شلون مثلا مرات يتصل يحب بس يسب أبو بكر وعمر، يريد الناس تسمع، لأن يقول هاي عقيدتي. الشيعة في زمن الأئمة عليهم الصلاة والسلام كانت عندهم هذا الشيء، من يشوفون الإمام يلعنون أبو بكر وعمر. شوفوا هذا القسم اللي موجود عندنا من المعممين
جبناء بس يعرفون الحق. احنا الآن ما راح نتكلم عن المعممين المنحرفين، ركزوا. كلامنا عن المعممين اللي يعرفون أبو بكر وعمر قتلوا الزهراء بس يجون يأذونا، لا تحكي لا تتكلم، لا تسوي مشاكل، بس هو يعرف أبو بكر وعمر قتلوا فاطمة الزهراء. هذا خسيس، هذا النوع خسيس. وراح أبين لكم الآن واحد من أحفاد الإمام الحسن المجتبى مثل هذا النوع بالضبط، بس سبحان الله ابنه طلع أحسن من أبوه. موسى بن عبد الله بن الحسن يقول: كنت مع أبي موسى وأبوه عبد الله، اثنيناتهم من أحفاد الحسن عليه السلام. يقول: كنت مع أبي في مكة بمكة، فلقيت رجلا من أهل الطائف فنال من أبي بكر وعمر، نال سب بعد يدي، سب أبو بكر وعمر. يقول موسى، شوفوا موسى يقول: فأوصاه أبي بتقوى الله. فقال الرجل، يقول له فأوصاه أبي بتقوى الله. ليش توصي بتقوى الله؟ ما هو يعمل بتقوى الله، نال من أبي بكر وعمر، أي أنه اتقى الله ليرفع الله درجاته بهذا اللعن، بقول النبي: إذا رأيتم أهل الريب والبدع من بعدي فأظهروا البراءة منهم وأكثروا من سبهم ولعنهم. هذا يرفع الدرجات. لأبي: يا أبا محمد، أسألك برب هذا البيت، لأن هم كانوا في مكة، أسألك برب هذا البيت، هل صليا على فاطمة؟ شوف الخزي والعار، شوف الخزي والعار من ذاك الزمان موجود. وين أحفاد الإمام الحسن المجتبى؟ أحفاده، يعني مو معممين طراطير مثل الموجودين الآن، لا 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 لا، حفيده، يعني يفرق عن الإمام الحسن 3 أجيال، يعني ما زالت الدماء حارة متصلة. شوف الخسة والجبن، لدرجة الرجل اللي هو من أهل الطائف يرد على حفيد الحسن المجتبى اللي يقول له اتق الله. الرجل يرد عليه يقول له: أسألك يا أبا محمد برب هذا البيت، هل صليا على فاطمة؟ أبو بكر وعمر صلوا على فاطمة؟ قال أبي، موسى هو اللي يروي الرواية، قال أبي لا. قال: فمضى الرجل. موسى هنا وقع في اشتباه، وهذا ما تقع فيه الشيعة اليوم. شنو الاشتباه؟ قال: فمضى الرجل، قال موسى اللي هو مع أبو عبد الله: فسببته وكفرته. نفس الشيء اللي يصير بالضبط. موسى قبلكم صارت بي نفس الموقف، والسبب أبو الجبان اللي هو من أحفاد الإمام الحسن المجتبى. هذا الآن موسى اللي هو ابن عبد الله، ليش سب الرجل؟ ليش؟ لأن شاف أبوه قال له اتق الله يوم اللي الرجل نال من أبي بكر وعمر. شوفوا عبد الله هذا الجبان، شوفوا سوى من مشكلة، اضطر يصلح الابنة. شوف اضطر يخضع يصلح الابنة. قال موسى: فمضى الرجل فسببته وكفرته، فقال أبي: أي بني لا تسبه وتكفره، والله لقد فعل فعلا عظيما أبو بكر وعمر. عجيب عجيب يا عبد الله بن الحسن، عجيب. إذا أنت تدري أبو بكر وعمر فعلا فعلا عظيما، الرجل اللي جاء أمامك يسب أبو بكر وعمر، ليش تقول له اتق الله؟ وخربطت عقيدة ابنك، وابنك سب الرجل الشيعي، كله بسببك يا جبان. نفس المعممين موجودين اليوم. هاي الحقائق من يعرفها؟ منهم معممين الآن يفتهمون أوزبكستاني ما يعرفون شنو أقول أني. والله العظيم عوائل مرجعية ما مطلع على هاي الروايات، قسما بدماء فاطمة. مو واحد، عوائل سلسلة مراجع ما مطلعين على هيك روايات، فضلا عن الخطباء ذول اللي يصعدون المهرجين. من يعرف هذا الكلام؟ هذا اللي يصير اليوم. لو كل واحد يعرف روايات أهل البيت ما صار اللي اليوم يصير. هذا اللي ما يستحي، شهود العتابية، هذا المخنث، هذا من يدري أبو بكر وعمر كفر، هو يدري ويطلع يحكي علينا. خلى الشيعة توقع في حيث وبيس، شيعة يسبونه وشيعة يسبوني، مثل اللي صار مع موسى اللي لدرجة أبوي صحح له،
قال موسى فسببته وكفرته، قال أبي أي بني اسكت لا تسبه وتكفره، والله لقد فعل فعلا عظيما. هذا اللي نعاني منه اليوم. هذا عبد الله الذي ورط ولده موسى وسب الرجل الشيعي. موسى تعلم الدرس وما صار مثل والده يخربط بالعقائد، لا صار رافضي، مثل ما يسمونه رافضي لندني. هنالك رواية في تقريب المعارف لأبي الصلاح الحلبي أعلى الله مقامه، يقول عن ابن إبراهيم قال: أخبرني موسى بن عبد الله بن الحسن. موسى صاحبنا اللي هو قبل قليل هو وأبوه صارت مشكلة بيناتهم. يوم من الأيام جاءوا مخالفين إلى موسى يريدون الظاهر يترضى على أبو بكر وعمر، فأمر من معه بالبيت أن يقول للمخالفين اللي واقفين على الباب: قل لهؤلاء نحن نأتم بفاطمة، فقد جاء البيت عنها أنها ماتت وهي غاضبة عليهما، فنحن نغضب لغضبها ونرضى لرضاها، فقد جاء غضبها، فإذا جاء رضاها رضينا. هذا الموقف الأول صار قوي العقيدة. ما أعرف إذا تعرفون ما معنى كلمة بتري. البترية هي إحدى الفرق الشيعية المنحرفة، فرقة شيعية تطبخ، تسوي تمن وقيمة، تمشي للأربعين، الزور، تصعد على المنبر، تبكي، تلطم زنجيل، كل شيء تسوي. هي فرقة شيعية تحب أهل البيت، تبكي، كل شيء تسوي، كل شيء تسوي، يعني ما تقدر تشك بيهم. بس هذول شنو عندهم؟ شلون تعرفهم بترية؟ بتروا أمر أهل البيت. يقول الخليفة الأول عمر بن الخطاب رضوان الله عليه، عرفتوه؟ البترية ذولا الذين يترضون على أبي بكر وعمر، يمدحون أبو بكر وعمر، ويرون أن أبا بكر وعمر خلفاء حالهم حال علي عليه السلام. هؤلاء في روايات الأئمة بترية، أي بتروا أمر أهل البيت، فرقة من فرق أهل النار، هم ومواكبهم وجدورتهم وبكيهم ودموعهم على الحسين كله بالنار، كله هم وهذا الغراض، هم يلمهم لمة وحدة وإلى نار جهنم. فرقة من الفرق الشيعية المنحرفة الكافرة البترية، ويا مكثر البترية في زماننا هذا، جاي تستفحل، بس إن شاء الله نقضى عليها ما نبقيها. هذا بن إبراهيم، أيضا الرواية في تقريب المعارف لأبي الصلاح الحلبي، هذا بن إبراهيم يقول: وسألت موسى بن عبد الله عن أبي بكر وعمر هل يستعمل ما استعمله أباه في مكة ويقول اتق الله؟ لا، موسى صار شاطر، صار من جماعة التشيع اللندني، فقال لي ما أكره ذكره. لدرجة الراوي ما قدر ينقل شنو قال، بس يقول قال كلام ما أقدر حتى ذكره. الله بعديدي. قال ما قال فيهما أشد من الظلم والفجور والغدر، يعني نزل عليهم نزلة قوية. هذا الرجل السائل راد يسأل موسى مرة ثانية، يريد يشوفه تغير ما تغير، خاف شوية تأثر، خاف سمع له معمم مخنث يقول له لا تسب الصحابة، ما يصير، ما يدري بيصار قوي أكثر. يقول: قال وسألته عنهما مرة أخرى، فقال موسى أتحسبني بتريا؟ انت عبالك أنا بتري؟ انت عبالك أنا بتري من جماعة الوائلي، من جماعة كمال الحيدري، من جماعة الصرخي، من جماعة الخميني، من جماعة خامنئي، من جماعة مقتدى؟ بترية يترضون على أبو بكر وعمر ويمدحونهم ويعتبرونهم خلفاء نظرا لقادتهم الذين هم يقولون بهذا الكلام. لعنة الله على أبي بكر وعمر. هذا هو موسى الذي تعلم الدرس من والده وأصبح رافضيا جلدا، وما قبل أن يترضى أو يمدح بأبي بكر وعمر أبدا.
هذه هي التفاتة صغيرة منا لسيرة أحفاد الإمام الحسن المجتبى عليه السلام. الآن نعود إلى سيرة إمامنا المجتبى عليه السلام بعدما اطلعنا اطلاعة بسيطة على أحفاده وما كانوا يفعلوه. هنالك موقف عظيم وموقف جميل وموقف مضحك حدث بين الإمام الحسين عليه السلام وبين عمر. راح تقولوا لشيخنا إذا حدث بين الحسين عليه السلام وبين عمر، إحنا محاضرتنا عن الإمام الحسن المجتبى اليوم، شنو دخلها؟ نهاية الرواية بها تدخل قوي من الإمام الحسن المجتبى عليه السلام، بس للأسف يعني حتى بعض اللي قرأوا هاي الرواية ما يصلوا للأخير، ما أعرف ليش. الرواية مروية في الاحتجاج للشيخ الطبرسي أعلى الله مقامه. روي أن عمر بن الخطاب كان يخطب الناس على منبر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. طبعا أكثر الناس لعله هنالك الكثير من الناس سامعين بداية هاي الرواية، لكن إخواني التكملة ما شفت هواي ناس قارينها للأسف. يخطب على المنبر عمر بن الخطاب فذكر في خطبته أنه أولى بالمؤمنين من أنفسهم، فقال له الحسين من ناحية المسجد بالزاوية، كان الحسين عليه السلام يتعبد وحده صلوات الله عليه، أهل البيت كانوا وحدهم يتعبدون، انزل أيها الكذاب عن منبر أبي. فقال له عمر، شوف عمر سبحان الله من تستعمل اللسان القوي الرافضي، المقابلك هو اللي يستعمل انه لا يجوز مولانا، المقابلك عمر استعملها. الامام الحسين صفعه على جبهته، فهو الان عمر هده ما يقدر يواجه بعد، خلاص صارت المعركة قوية. فقال له عمر يتكلم مع الحسين، فمنبر أبيك لعمري يا حسين لا منبر أبي، من علمك هذا؟ أبوك علي بن أبي طالب. فقال له الحسين عليه السلام إن أطع أبي فيما أمرني فلعمري إنه لهاد وأنا مهتد به، وله في رقبة الناس البيعة على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، نزل بها جبرائيل من عند الله، لا ينكرها أحد إلا جاحد بالكتاب، قد عرفها الناس بقلوبهم وأنكروها بألسنتهم، وويل للمنكرين حقنا أهل البيت، ماذا يلقاهم به محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من إدامة الغضب وشدة العذاب. رد قوي من سيد الشهداء عليه السلام. فقال عمر الآن تورط، خلق الله كلها جالسة لازم يرد، فهو فكر يرد على الحسين غبي. فقال عمر يا حسين، شوف بعد عمر إنه لا يجوز مولانا بعده، والله العظيم بع اللسان الطيب، بع اللسان الحلو، ولا كان هذا الخبيث اللي 24 ساعة يسب ويشتم. فقال عمر يا حسين من أنكر حق أبيك فعليه لعنة الله. الله يلعنك يا عمر، أنت أول واحد أنكرت حق عليه السلام. يا حسين من أنكر حق أبيك فعليه لعنة الله، أمرنا الناس فأتمرنا ولو أمروا أباك لأطعنا. يقول له إحنا جينا ببيعة الناس، إحنا الناس هم اللي بايعونا، لو مبايعين أبوك إحنا نطيع. كذاب. من الذي جمع الأوباش من الأعراب حتى يخبطوا الناس خبطة في المدينة ليجبروهم على بيعة أبي بكر، وهذا مذكور في كتبكم يا ابن عائشة. فقال له الحسين يا ابن الخطاب فأي الناس أمرك على نفسه قبل أن تؤمر أبا بكر على نفسك ليؤمرك على الناس؟ يقول له يا ناس أمروك، أنت جبت أبو بكر أمرت على نفسك، وأبو بكر أمرك على الناس، يعني واحد انطى للثاني خلافه، بلا حجة من نبي ولا رضا من آل محمد. أما والله لو أن للسان مقالا يطول تصديقه وفعلا يعينه المؤمنون
لما تخطيت رقاب آل محمد ترقى منبرهم. الله، صرت الحاكم عليهم بكتاب نزل فيهم لا تعرف معجمه ولا تدري تأويله إلا سماع الآذان، والمخطئ والمصيب عندك سواء، فجزاك الله جزاء وسألك عما أحدثت سؤالا حفيا. قال فغضب عمر، فنزل عمر مغضبا ومشى معه أناس من أصحابه حتى أتى باب أمير المؤمنين عليه السلام. حلو، أمير المؤمنين علي اجى يم علي عليه السلام، يخضع لأمير المؤمنين، شو تقولون؟ فاستأذن عليه فدخل فقال يا أبا الحسن ما لقيت من ابنك الحسين يجهرنا بصوت في مسجد رسول الله ويحرض علينا الطغاة وأهل المدينة. يا أبا الحسن تعال شوف ابنك الحسين شو مسوي بينا. قبل أن يتدخل أمير المؤمنين عليه السلام جاء صاحب المحاضرة اللي مخصصة اليوم له، إمامنا أبا محمد الحسن المجتبى الخليفة الثاني صلوات الله عليه. دخل على الخط فقال له الحسن عليه السلام، جاوب عمر قبل لا يجاوب أمير المؤمنين. طبعا هنا صار تلاعب بالأدوار غيبي، أنا الآن راح أبين لكم شلون. فقال له الحسن، قال لعمر مثل الحسين بن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يستحث بمن لا حكم له، أو يقول بالطغام على أهل المدينة على أهل دينه؟ أما والله يا عمر ما نلت إلا بالطغام، فلعن الله من حرض الطغام. هذا مولانا الإمام الحسن عليه السلام. عمر يوم اللي اشتكى شنو قال؟ قال لأمير المؤمنين إن ولدك الحسين يحرض الناس علينا، يريد يسوي فتنة. الإمام الحسن صفعه، قال له يا أجرب أنت اللي سويت الفتنة وهجمت على بيتنا، لعنة الله على الذي جاء بالناس وعمل الفتنة. فقال أمير المؤمنين عليه السلام مهلا يا أبا محمد، فإنك لن تكون قريب الغضب ولا لئيم الحسب، اسمع كلامي ولا تعجل بالكلام. هذا تعريض بعمر بن الخطاب، المتبحر بعلوم أهل البيت يفتهم هذا الشيء. يقول له أنت مو لئيم الحسب لقوك بالزبالة مثل ما لقوا عمر، ولا سريع الغضب. طبعا سريع الغضب يذكرون في تاريخ سنة الصع سلم نزل سلم، يذكرون أن عمر كان كثير الغضب وكلما غضب ينتف شاربه. كان شاربه طويل جدا، طويل عمر، شاربه هذا طويل، كان ينتف ينفخ. بالرواية موجودة عندهم هم يذكرون في شخصية عمر أن عمر كان ينتف شاربه حينما يغضب. عمر يوم اللي سمع الإمام الحسن يرد عليه بهذا الرد تخبل، قال هاي شنو هذول متفقين. فقال عمر يا أبا الحسن إنهما ليهمان في أنفسهما بما لا يرى بغير الخلافة. دخلت المرجعية العليا سلام الله على آية الله العظمى علي عليه السلام. فقال أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام هما أي الحسن والحسين هما أقرب نسبا برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من أبيهما فرضهما يا ابن الخطاب. أوف 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 أوف. فقال عمر وما رضاهما يا أبا الحسن؟ أنت تريدني أراضيهم؟ شنو أسوي لهم؟ هم جايين يسبوني يعني شنو أسوي لهم أني؟ قال رضاهما الرجعة عن الخطيئة والتقية عن المعصية بالتوبة. فقال عمر أدب يا أبا الحسن ابنك ألا يتعاطى السلاطين الذين هم الحكماء في الأرض. فقال أمير المؤمنين عليه السلام أنا أؤدب أهل المعاصي على معاصيهم على رأسه، ومن أخاف عليه الزلة والهلكة، فأما من ولده رسول الله لا يحل أدبه فإنه ينتقل إلى أدب خير له منه،
أما فرضهما يا ابن الخطاب. قال فخرج عمر. زعل عمر. شوفوا صار فلقيه عثمان. هذا عثمان مطي كيس أجلكم الله، كيس مال قمامة. عثمان كيس مال قمامة فعلا. الرواية عن الإمام الحسن المجتبى اللي احنا اليوم في سيرته، قال إمامنا الحسن المجتبى: علموا أولادكم بغض عثمان، فمن لم يعلم أولاده بغض عثمان وأدرك الدجال آمن به. إن عثمان جيفة يوم الحشر، أو جيفة على الصراط. جيفة. سبحان الله سبحان الله. أنا من قلبي قلت عثمان عبارة عن كيس قمامة، والآن تذكرت إنه الإمام الحسن قال عثمان جيفة على الصراط. جيفة شنو يعني؟ يعني كيس مال قذارة، مال زبالة، مال قمامة، مال مجاري. زين، عثمان هذا الكيس مال القمامة، كيس الزبالة هذا، يوم اللي طلع عمر ضايج غاضب، الدنيا ما يشوفها أصلا. قال فخرج عمر فاستقبله عثمان بن عفان وعبد الرحمن بن عوف، فقال عبد الرحمن: يا أبا حفص، ما صنعت وقد طالت بكما الحجة؟ فقال له عمر: وهل حجة مع علي بن أبي طالب وشبليه؟ والنعم وكفو. فقال له عثمان: يا ابن الخطاب، هم بنو هاشم عبد مناف الأسمنون والناس عجاف. يعني هم العلماء أهل العلم والخير، والناس عبارة عن عجاف قدامهم ما يقدروا لهم. فقال له عمر: ما أعد ما صرت إليه فخرا فخرت به أبي حمقك. يعني يقول أنت يا جبان، أنت جاي تتكلم عليهم ولا جاي تمدحهم؟ أنت جاي تمدحهم، يعني هم زينين والناس عبارة عن عجاف. قال: فقبض عثمان على مجاميع تلابيذ عمر ثم جذبه وصرعه، فقال: يا ابن الخطاب، كأنك تنكر ما أقول. فدخل عبد الرحمن بن عوف بينهما وفرقهم. صارت عركة. طيب، الآن بعض الناس يقولون: شيخنا، نحن نسمع الكثير من روايات الإمام الحسن اللي أنت الآن بينت أنه عبارة عن سليط اللسان، قوي، لا تستطيع أن تقف أمامه. شيخنا، إحنا دائما نسمع على المنابر هو فقير، مسكين، كانت الناس السبة والشتمة وما يسوي شيء. هاي شنو موضوعها شيخنا؟ أريدكم تدققون بهاي النقطة الحساسة. هنالك رواية في بحار الأنوار للعلامة المجلسي أعلى الله مقامه، يقول: روي أن شامية ورجل من أهل الشام رأى الإمام الحسن عليه السلام راكبا، فجعل يسبه ويلعنه، والحسن لا يرد عليه. راح أكشف لكم لعبة، شايفين؟ سبحان الله، والله كأنما نتعامل مع سحرة، معممين سحرة. الآن راح أكشف لكم نوع من أنواع السحر، الخدع البصرية اللي يستعملونها المعممين وياكم، وهي الخدع الروائية. بالله عليكم ركزوا. هاي الرواية دائما يذكروها على المنبر، إنه جاء رجل سب الحسن وشتم الحسن والحسن لم يرد عليه، وإحنا هاي أخلاقنا، إحنا ما يصير نسب ونشتم. الرواية في بحار الأنوار أن رجل من أهل الشام رأى الإمام الحسن فسبه وشتمه. تقول الرواية: فلم يرد عليه الحسن عليه السلام، فلما فرغ أقبل عليه الحسن. لما انتهى الرجل سب وشتم سب وشتم سب وشتم سب وشتم، خلص، جاء الإمام الحسن صلوات الله عليه فسلم عليه وضحك فقال: أيها الشيخ، أظنك غريبا ولعلك شبهت، لو سألتنا أعطيناك، ولو استرشدتنا أرشدناك، ولو استحملتنا أحملناك، ولو كنت جائعا أشبعناك، ولو كنت عريانا كسوناك، ولو كنت محتاجا أغنيناك، وإن كنت طريدا آويناك، وإن كان لك حاجة قضيناها لك، فلو حركت رحالك إلينا وكنت ضيفا إلى وقت ارتحالك كان أعود عليك.
لأن لنا موضعا رحبا وجاها عريضا ومالا كثيرا. تقول الرواية: فلما سمع الرجل كلام الحسن بكى ثم قال: أشهد أنك خليفة الله في أرضه، الله يعلم حيث يجعل رسالته، وكنت أنت وأبوك أبغض خلق الله إلي، والآن أنت أحب خلق الله إلي. وحول رحاله إليه وكان ضيفه إلى أن ارتحل، وصار معتقدا بمحبة أهل البيت. طيب يا شيخ أمير، كلام المعممين مثلا، هذه الرواية ليش ما تقتدي بيها أنت؟ ليش ما تصيرون مثل هاي تصرف الإمام الحسن؟ لا سب، لا شتم، لا تجاوز، لا قوة بالكلام، لا قوة بالدليل، لا قوة بالردع، كلام بسيط ورحيب. وهذا اللي يجي مثلا يقول لك ليش تحكي على عائشة، قول له إن كنت جائعا أشبعناك، الرضعك رضع كبير. هذه اسمها الخدع السحرية اللي يستعملونها المعممين الخونة. طبعا هم ما يستعملونها بعلم، للإنصاف هم يستعملونها بجهل، أغبياء. رجل سب الإمام الحسن، الرواية صحيحة قوية، حتى أقوى من الأولى للإنصاف، أقوى من الرواية اللي نقلتها قبل قليل، ولو أنا ما أحب أتكلم بالإسناد، أنا أؤمن بهاي الروايات، ما عندي مشكلة. الرواية في الاحتجاج: رجل سب الحسن، الإمام الحسن سب أمه وعشيرته وفضحها وطلع أمه زانية. الرواية في الاحتجاج للشيخ الطبرسي أعلى الله مقامه، قال: روي عن الشعبي عن أبي مخنف ويزيد بن أبي حبيب أنهم قالوا: لم يكن في الإسلام يوم في مشاجرة قوم اجتمع في محفل أكثر ضجيجا ولا أعلى كلاما ولا أشد مبالغة في قول من يوم اجتمع فيه عند معاوية بن أبي سفيان عمرو بن عثمان بن عفان وعمرو بن العاص وعتبة بن أبي سفيان والوليد بن عتبة والمغيرة، وقد تواطؤوا على أمر واحد. فقال عمرو بن العاص: إخواني، هاي الرواية اللي راح نقولها لكم الآن أنا أخذت منها محل الشاهد، الرواية تقريبا 3 أو 4 صفحات، اللي يحب يروح يراجعها، رواية طويلة وكبيرة، والإمام الحسن سب الموجودين كلهم، بس أنا جبت بس مقطع واحد لأن الرواية جدا طويلة، ممكن تأخذ 45 دقيقة. فقال عمرو بن العاص لمعاوية: ألا بعثت إلى الحسن بن علي فتحضره؟ فقد أحيا سيرة أبيه وخفقت النعال خلف، إن أمر فأطيع وإن قال صدق، وهذان يرفعان به، فلو بعثت إليه فقصرنا به وأبيه وسببناه وسببنا أبيه. طيب، على قاعدة المعممين المفروض الإمام الحسن ما يسوي شيء. خلينا نشوف الصار. فأرسلوا إلى الحسن عليه السلام فدخل عليهم، فتكلم عمرو بن العاص فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: إي يا ابن أبي تراب، بعثنا إليك لنقرر أن أباك سمى أبا بكر واشترك في قتل عمر، لنقرر على أن أباك سمى أبا بكر واشترك في قتل عمر وقتل عثمان مظلوما، فادعى ما ليس له بحق وذكر الفتنة وعيره بشأنها. ثم قال، الآن عمرو بن العاص يتكلم مع الحسن عليه السلام أمام الناس في مجلس معاوية: إنكم يا بني عبد المطلب لم يكن الله ليعطيكم الملك فتركبون فيه ما لا يحل لكم، ثم أنت يا حسن تحدث كأنك أمير المؤمنين وليس عندك عقل ولا رأي، فكيف وقد سلبت وتركت أحمق، والعياذ بالله، وتركت أحمق في قريش، وذلك لسوء عمل أبيك علي بن أبي طالب، وإنما دعوناك لنسبك ونسب أباك علي بن أبي طالب، ثم أنت لا تستطيع أن تعيب علينا ولا تكذب في شيء. ماذا استعمل الإمام الحسن؟ المفروض على قاعدة المعممين الجبناء الجاهلين اللي كش ما يعرفون، يقولون أولا لازم يقول: إنه لا يجوز مولانا، إنه فعل لا يجوز يا عمرو بن العاص، إنه فعل لا يجوز، هذا أولا. ثانيا: يا عمرو بن العاص، إن كنت جائعا أشبعناك، إن كنت عريانا كسوناك، إن كنت تائها أرشدناك. وعمرو بن العاص يقول: أشهد أنك خليفة رسول الله، واللهم صل وسلم. اختلفت الموازين،
وهذا ما لا تفقهه عقولكم. عقولكم لا تفقه ميزان أهل البيت في الروايات. تأخذون رواية وتريدون أن تطبقوها في كل موضع وفي كل زمان وفي كل مكان، وهذا أقبح وأجهل ما رأت عيني وسمعت أذني. أجهل من هذا لم أرى. طيب شيخنا، أنت قبل قليل قلت لنا رواية واحد سب الإمام الحسن، الإمام الحسن جاوبه بأسلوب حلو. المفروض الآن الإمام الحسن يرد بطريقة جميلة. سوى الإمام الحسن رد فقال: أبا محمد الحسن المجتبى صلوات الله عليه، وأما أنت يا عمرو بن العاص الشاني اللعين الأبتر فإنما أنت كلب. مولاي أيها الحسن المجتبى، إنه لا يجوز أن تقول له كلب، ما يجوز هذا السب شتم. قبل أيام واحد سبك وجاوبته جواب حلو، قلت له إن كنت جائعا إن كنت عريانا، ليش هسه جالس السب هذا؟ الموازين تختلف يا جهلة. من تقابل واحد جاهل يسبك جاوبه بلطف، بس من واحد ناصب يتجاوز صفعة على وجهه. قل لعائشة تتعرى بين رجال قريش صفعة. يعني احنا ما ادري، اضرب لكم مثال الان، اخبث الخبثاء ما نطعن باعراضهم للانصاف، ما اقبل اصلا ان كان شيعي او غير شيعي، ما اقبل لان لازم نتاكد. بس اقول صفعه هو، رد عليه هو، رد على عائشه بقوه، مو تقول له لا ما يصير فعل ما يجوز. يا عمرو بن العاص، كلام الحسن عليه السلام: ايها الشان اللعين الابتر فانما انت كلب، أول أمرك أمك لبغية. بغية يعني شنو؟ يعني عائشة، دعارة، ليلة حمراء. وإنك ولدت على فراش مشترك، فتحاكمت فيك رجال قريش، منهم أبو سفيان، ومنهم الوليد بن المغيرة، ومنهم عثمان بن الحارث، والنضير بن الحارث، والعاص بن وائل، كلهم يزعم أنك ابنه، فغلبهم عليك من هو من قريش أكثرهم أعلمهم نسبا وأخبثهم منصبا وأعظمهم بغية. هذا قول الإمام الحسن عليه السلام إلى من؟ إلى عمرو بن العاص. طيب شنو المشكلة بين أن الإمام الحسن استعمل لسان طيب جميل مع الرجل اللي سب من أهل الشام، وهذا عمرو بن العاص داس ببطنه وبطن أمه وقال له أنت واحد نغل ما يعرف من أبوك يا عمرو بن العاص، تحاكمت فيك رجال قريش. ليش؟ الموضع يختلف. الإعابة والسب والشتم للمستحق، لا يجوز سب غير المستحق، حرام. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: سباب المؤمن فسوق، حرام. احنا نتكلم عن المستحق للسب، رمز من رموز المخالفين. البخاري مثلا، أبو بكر، عمر، عائشة، رمز، هذا مستحق للسب. هذا ليس فقط السب، بل تصل في بعض الأحيان الإعابة الجسدية. احنا نتكلم عن الاستنقاص. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا رأيتم أهل الريب والبدع من بعدي فأظهروا البراءة منهم وأكثروا من سبهم ولعنهم حتى يحذرهم الناس. في بعض الأحيان تصل الإعابة إلى قضايا جسدية، يعاب هذا الشخص، وهذا ما استعمله مولانا الحسن المجتبى عليه السلام. هنالك الرواية يرويها ابن عساكر في تاريخ دمشق، يقول: أخبرنا أبو بكر عن أبي عمر عن أبو محمد أن أبو الحسن عن إسحاق بن إسماعيل عن عمرو بن حفص عن أبي الأعمش قال: طاف الحسن بن علي مع معاوية، كان في موسم حج، تدرون شيء تصير أمام شيء بسبب الدوران حول الكعبة،
يقول طاف في الطواف الحسن بن علي مع معاوية، فكان معاوية يمشي بين يدي الحسن. الإمام الحسن عليه السلام يمشي في الحج ومعاوية يمشي أمامه هو وجماعته. فقال مولانا الحسن المجتبى عليه السلام: ما أشبه إليتيه بإليتي هند. طبعا الإلية هي المؤخرة يقصد، لأن معاوية يذكر التاريخ أنه كان كبير البطن وكبير المؤخرة. هذا السب استنقاص، هذا ماكو انه لا يجوز، هذا معاوية، هذا الرمز من الرموز، يسب ويستنقص في كل شيء. فقال الحسن عليه السلام: ما أشبه إليتيه بإليتي هند. فالتفت إليه معاوية، خسيس المفروض يخجل يستحي يقول له لا ما يصير، بس هو عنده عادي. فالتفت إليه معاوية فقال: أما إنه كان يعجب أبا سفيان. معاوية يوم اللي يسمع الحسن عليه السلام يقول له أنت مؤخرتك مثل مؤخرة أمك، هو جاي يسبه. طبعا الإمام الحسن يقصد السب، الاستفزاز. يقول له إيه هذا كان يعجب أبو معاوية، يعجب أبو سفيان، هذا كان يعجب أبوه، يعجبه هذا الشيء. هذه من أنواع الاستنقاص التي كان يستعملها إمامنا الحسن المجتبى صلوات الله عليه للمستحق. حرام هذا الكلام تقوله لشخص مؤمن، حرام تقوله لشخص مؤمن شيعي مؤمن. يعني حتى مو الناس الجهال، يناقشك واحد مثل من السعودية السبة، ما يصير، حرام.